اديني بقى سبب واحد يمنعك انك تعملي الكسكسي المصري الاصيل في البيت. جايبالك النهارده اسهل وابسط طريقه تعملي بيها احلى شويه كسكسي مفلفلين ومظبوطين زي ما الكتاب بيقول، بدون ما نستخدم غربال ولا حله كسكسي. باي حله عاديه موجوده عندنا في البيت هنعمل بيها احلى كسكسي على اصوله. ده كفايه نظافته وريحته اللي زي الفل، وانه معمول بايدينا وتحت عينينا. اوعدك بقى لو اول مرة تعمليه في البيت هتبقي استاذة فيه ومش هتشتريه من بره تاني خالص. تابع معايا الفيديو للاخر خطوة بخطوة، وما تنسيش تشجعيني كده بلايك حلو من ايديكي وتشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد وانت في مكانك. ويلا بينا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة على طول. كل اللي هحتاجه منك بقى نص كيلو دقيق، وده نوع الدقيق اللي انا استخدمته. تقدري تستخدمي اي نوع بتحبيه، بس اهم حاجة انه يكون نوع دقيق كويس متعدد الاستخدام. هحضر الكبة بتاعتي وانزل فيها كده بالنص كيلو دقيق، حابة تعملي اكتر من كده او اقل إيه اللي يعجبك. بعد كده هبدأ انزل عليها بقى بنص معلقة ملح صغيرة. كل نص كيلو دقيق بياخد نص كوباية مية صغيرة، مية عادية من الحنفية خالص. هبدأ اشغل الكبة بتاعتي وانزل بقى كده بالمية خيط رفيع خالص كده من المية. ما تنزليش بمقدار المية كلها مرة واحدة، هتلاقي الدقيق بتاعك قلب لتكتلات كده عجين. عايزين الدقيق بتاعنا هنا يبقى شبه حبيبات الرمل. زي ما انت شايفة انا مشغلة الكبة كده على طول وبنزل كده بخيط رفيع خالص من المية لغاية ما اخلص مقدار المية اللي موجود معايا. وهنا بقى انواع الدقيق بتختلف عن بعضها، يعني في نوع دقيق هتلاقيه استكفى بالنص كوباية المية دي، وفي نوع دقيق هتلاقيه مثلا محتاج شوية تاني بسيطة من المية. نوعية الدقيق اللي انا استخدمتها دي اخد نص كوباية المية وكان محتاج شوية مية تاني. هنعرف منين؟ بعد ما تخلصي مقدار المية ده هتفتحي الكبة بتاعتك وتشوفي الدقيق معاكي. لو لقيتيه شبه حبيبات الرمل تمام كده، لو لقيتيه لسه ناشف زي كده يبقى ده كده محتاج شوية صغيرة من المية. هبدأ اضيف له بقى كده تاني شوية صغيرين خالص من الكبة واضربه كده ضربتين تلاتة لغاية ما يديني كده الشكل اللي انا عايزاه، شكل بالظبط حبيبات الرمل. بالشكل ده كده، ده كده بقى مظبوط معانا. معنى كده ان انت توقفي وما تضيفيش اي ميه تاني نهائي. كل حبايه الدقيق كده بقت متشربه كده الميه ومتشبعه كده بالميه، وبقت كل واحده وحدتها كده، يعني بالظبط كده شبه حبيبات الرمل بالظبط. في نفس الوقت مفيش اي تكتلات عجين خالص، كل حبات الدقيق مفلفله كده ومفرفره معايا. في الوقت ده هبدأ أحضر معايا كده شايلة بيضة أو طرحة بيضة كده نضيفة، أو أي فانلة بيضة تكوني مش هتستخدميها في أي حاجة تاني. أهم حاجة الحاجة اللي انتي هتستخدميها ما يكونش فيها أي ريحة خالص علشان ما تكرفش على الكسكسي بتاعنا. معايا هنا طرحة بيضة كده، دي أنا مخصصاها للكسكسي، يعني ما بطلعهاش من المطبخ خالص، بعمل فيها وأخلص واغسلها غسلة كويسة وبحطها كده في كيس جوه المطبخ. هبدأ أفردها بقى بالشكل دوت وأفضي فيها كده كل كمية الكسكسي اللي في الكبة. وزي ما انت شايفة ما شاء الله كل حبات الكسكسي كده مفلفلة. لو لقيتي بعض تكتلات بسيطة خالص كده، مجرد ما بتفكيها كده وتفركيها بايديكي بتلاقيها بقت مفلفلة خالص معاكي. هبدأ بعد كده اربط بقى كده الشالة بتاعتي واقفلها كويس جدا بحيث المية ما توصلهاش نهائي. وهننتقل بعد كده لمرحلة التسوية. وكل اللي انا محتاجاه منك في مرحلة التسوية انك توفقي كده حلة ومعاها مصفى، يعني المصفى تكون على اطراف الحلة من فوق. معايا هنا حلة حطيت كده في نصها لغاية نصها كده مية وسبتها كده على النار لغاية ما غلت معايا بالشكل ده. وحطيت عليها مصفى زي ما انت شايفة المصفى على أطراف الحلة، يعني المية مش لامسة المصفى نهائي. تسوية الكسكسي هنا بتعتمد على البخار. هبدأ أحط فيها بقى كده شايلة الكسكسي
واكمرها كده كويس جدا واقفل عليها كويس، واسيبها بقى لمدة نص ساعة، نص ساعة متواصلة، ما بفتحش عليها نهائي. وبعد ما بيعدي عليها بقى النص ساعة ببدأ افتح كده عليها، وبأي فوطة مطبخ كده نظيفة، او لو تلبسي جوانتي، وتبدأي تمسكي بقى الشالة بتاعتك دي وتشيليها. انا هنا علشان ايدي واخده على سخونيه الكسكسي، على طول بعمله في البيت، فايدي بتبقى واخده على السخونيه دي، فبشيلها عادي. لكن بالنسبه لك انت عشان اول مره هتعمليه في البيت، امسكيها كده بفوطه، لان بتكون سخنه جدا. وزي ما انت شايفه بقى ما شاء الله، هنبدا كده نفتح الشاله بتاعتنا. ولو لقيتي اي تكتلات مكتله بالشكل دوت، ما تقلقيش نهائي، طبيعي خالص، اي حاجه بنسويها على البخار بتكون مكتله بالشكل ده. بس مجرد ما بنفركها كده بايدينا او باي ظهر معلقه، بتلاقيها اتفركت معاكي وبقت مفلفله خالص. في الوقت ده بقى كده هنسيب الكسكسي يهدى بس كده من السخونية بتاعته، وهنبدأ ان احنا نردد الكسكسي. في ناس بتردده بالحليب او اللبن، وفي ناس بتردده بالمية. بصراحة انا ما بفضلش خالص ان انا اردد الكسكسي باللبن. اللبن ده بضيفه في اخر خطوة خالص عند التقديم. في المرحلة دي هبدأ اردد الكسكسي بشوية مية بسيطة خالص. عمر الكسكسي اللي بيتردد بالميه بيكون عمره طويل، يعني ما بيعملش كده حبات من حبات عفن كده، او طعمه وريحته يغيره. شويه ميه بسيطه خالص بس كده، يا دوب بشربهم لحبه الكسكسي اللي موجودين معايا، بحيث كده وانتي بتاكلي كده معلقه الكسكسي، تلاقي الكسكسي كده بيدوب دوبان في البق، يعني مش ناشف كده ومحصول. بعد كده بلم بقى الشالة وافضيها تاني في الكبة، ودي بتكون اخر مرحلة. يا دوب بس كده هضرب الكسكسي ضربتين تلاتة، مش اكتر من كده. والضرب هنا هيكون ضرب متقطع، يعني ثانية كده وبوقف، ثانية وبوقف. بس يا دوب الكبة بتفكك لي لو في بعض تكتلات بسيطة خالص كده، الكبة بتفلفلها لي. وما شاء الله بقى كده على جمال الكسكسي. كده بقى جاهز معايا للتسوية للمرحلة التانية، ودي برضو بتكون الأخيرة. هفرد تاني الشالة واحط فيها كده كل كمية الكسكسي. خطوات سهلة وبسيطة خالص، أقل من ساعة زمن بيكون جاهز معاكي أحلى وأنضف شوية كسكسي. وساعة الزمن دي بتبقى واقفة على التسوية، لكن هو أصلا الطريقة ما بتاخدش 5 دقايق معاكي في الكبة، يعني بدون بقى فرهدة وغربال وتعب في المصفى وتعب مواعين كتير، لا خالص. الطريقة دي سهلة جدا. هقفل بقى الشالة كويس جدا، وبرجعها بقى تاني وهسيبها تاني نص ساعة بالظبط. ولو لقيتي المية قلت معاكي، زوديها تاني شوية مية. وطبعا المية بتكون سخنة معاكي، يعني انا ما بطفيش النار خالص على الحلة، بهدي النار عليها عقبال ما اردد الكسكسي، وبعد كده برجعها تاني. وشوفي لي بقى كده الجمال ده بعد ما عدى عليه نص ساعة. ما شاء الله، اللهم بارك، احلى وانضف شوية كسكسي. في صينية كبيرة كده بقى فضيته، وهردد بقى الكسكسي تاني لتاني مرة، بس المرة دي بقى هنردده بمعلقتين سمنة بلدي او معلقتين زبدة صفرة، اللي بتحبي طعمه. هنشرب بقى الكسكسي كده السمنة البلدي دي ونشبعه كده. وتفرجي لي بقى هنا كده على لمعان الكسكسي وطراوته والريحة الخطيرة اللي هتطلع منه. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. إيه، كل الكمية اللي انت شايفاها قدامك دي من نص كيلو دقيق بس. علشان تجيبي الكمية دي كلها من بره مش أقل من 50-60 جنيه. كل اللي احنا اتكلفناه حق النص كيلو دقيق 10 جنيه بس، مش أكتر من كده. وبقى جاهز معاكي كده للتقديم. قدميه بقى زي ما تحبي، يعني في ناس بتحب تاكله كده جنب طبق شوربة بط كده سخنة، او شوربة لحمة سخنة. وفي ناس بتحب تقدمه كده بالسكر البودرة وشوية اللبن السخنين. بصراحة انا وولادي من الناس اللي بيحبوا ياكلوه كده بالسكر. الاتنين قدميه زي ما تحبي، الاتنين احلى من بعض. اديني بقى سبب واحد كده يمنعك ان انتي تعمليه في البيت.
طريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هتاخد في ايدك اي وقت ولا مجهود ولا فرهضة، وما بتستخدميش فيها اي مواعين كتير خالص. الكبة والحلة اللي انت بتسوي فيها، مش اكتر من كده. شايفة بقى ما شاء الله لون الكسكسي وطراوته، عايزة اقولك طعمه وريحته خطيرة بجد، يستاهل ان انت تجربي وتعملي في البيت. وانا متأكدة ان الطريقة هتطلع معاكي 1000000% ناجحة من اول مرة، حتى لو انت اول مرة تعمليه في البيت. بصراحة انا من ساعة ما جربت الطريقة دي وانا على طول معتمداها وبعمله في البيت على طول، ما بشتريهوش من بره نهائي. لو حابة تعملي بقى كمية كده وتشيليها في الفريزر تكون جاهزة معاكي على طول، هتعملي الكسكسي زي ما شفتيني كده بنعمله، وبعد كده هتسيبيه لغاية ما يبرد معاكي خالص، وابدأي حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها في الأكياس. وبعد كده طلعي منها الهواء، طلعي كده من الكيس الهواء واربطي عليه كويس جدا وعلى الفريزر على طول. بيبقى جاهز معاكي في اي وقت تطلعي وتسخني منه كده بمعلقة سمنة وشوية السكر، وبيبقى كأنه لسه صابح معاكي، كأنك لسه عاملاه. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الطريقة السهلة البسيطة دي، وتجربي كده وتعمليه كده في البيت كده بايديكي لولادك. وما تنسيش بقى تشجعيني كده بلايك حلو من ايديكي. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، واستودعكم الله.